حضرتك أحب أقول إيه لحرب أكتوبر؟ أحب أقول إن الحرب دي كانت معجزة من ربنا ثم من القوات المسلحة المصرية، إن هم قدروا يعبروا ويرجعوا الأرض لأصحابها ويدمروا الخط اللي قعدوا يزعموا ويقولوا الخط ده عمره ما يتهد، عمره محتاج يتضرب بالنووي ومحتاج مش عارف إيه، وقعدوا يسرحوا بالناس، وفي الآخر قواتنا المسلحة طيرته كده تطير. وده حصل بناء من القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمع بالضباط يطلب منهم يقترحوا حلول لإن هم يعبروا الخط. بدأ بعض الضباط يعرضوا خطط، وفي واحد من الضباط عرض خطة ألا وهي إن هم بدل ما يفضلوا يطلعوا الساتر الترابي بالجزم ويطلعوا على طول، قالوا الموضوع ده هياخد وقت كبير جدا، فالأفضل اللي احنا نحط سلم من الأحبال. السلم ده هيساعد ويسهل على الجنود المصرية إن هم يعبروا الخط المنيع اللي كان بيزعم العدو عنه. ودي أول حاجة اتنفذت. تاني حاجة بدأت بعض الضباط تقترح إن هم يدمروا الخط بالقنابل، ولكن الاقتراح ده ما كانش جيد. وبعد كده ظهر ضابط كان ديانته مسيحية، ده يدل قد إيه إن أهل مصر في رباط. فكانت الفكرة كانت فكرة ضابط مسيحي من إخواتنا. الفكرة كانت إيه؟ قال سبحان الله ربنا بيدينا المشكلة ويدينا حلها تحت رجلينا، بمعنى إن كل اللي محتاجينه في الخط بليف اللي إحنا نحط مضخات من المية في البحر ونشغلها تضرب الخط البرليف بالمية، وبالتالي هتبتدي تتفتح الثغرات. واعتمدوا الخطة دي وبدأوا ينفذوها كذا مرة ويعملوا عليها تجارب كذا مرة، وقدروا يعملوا أصلا نسخة طبق الأصل من الخط ده، وابتدوا يضربوه بمدافع المية وأكدوا الخطة. وفي رمضان بدأت الخطة الجوية، بدأ الاقتحام من القوات الجوية المصرية، كانت برئاسة سيادة الرئيس الفريق حسني مبارك. بدأت تقلع الطيارات تضرب مناطق حساسة في الخط، والحمد لله قدروا يدمروه. ساعتها أولادنا ابتدوا يعبروا قناة السويس بالقوارب بتاعتهم. في ظل ده بدأت المدفعية المصرية تغطيهم تغطية كاملة وتضرب مدافع. عملوا ستارة دفاعية قوية بحيث إن هم قدروا يشتتوا العدو وما قدرش يمنعهم أثناء فتح ثغرات في الساتر المنيع اللي كانت بتزعم إن هو عمره ما يتدمر. وبالفعل قدرت يفتحوا ثغرات في الساتر الترابي اللي هو خط بارليف، وبدأت القوات المدفعية والدبابات والمدرعات المصرية تقتحم، وقدرت تخش في عمق سيناء وأربكت العدو لدرجة اللي هو هدد اللي هو هيضرب بحاجات محرمة دولية. وبإذن الله قدرنا نستعيد الأرض بتاعتنا بفضل الله طبعا، ثم بفضل قواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال، منهم ناس كتيرة جدا 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 جدا. لو قعدت أذكر أسامي فيهم مش هكفي. ومنهم القوات الجوية كان في 60 طيارة. المعدل بتاع تعبئة الذخيرة والبنزين، الطيارة تطلع تفضي الذخيرة وتصفي بنزين وتنزل تعبي ذخيرة تاني وبنزين تاني. المفروض الموضوع دي العملية دي بتاخد أكتر من 20 دقيقة. بفضل الله قدرت المهندسين المصريين يعبوا الطيارة ذخيرة وبنزين في 6 دقايق. بقت الطيارة تنزل 6 دقايق وتطلع تاني، تنزل في 6 دقايق وتطلع تاني. فالعدو فكر في 180 طيارة في الجو، بس الفعل كان 60 طيارة.